أستاذ حسين شلونك؟ الحمد لله. أنت صاير ترند بالبلد. الحمد لله. يعني أنت خرجت من عباءة المفكر والفيلسوف والمثقف التقليدي بالعراق. نعم. وطلعت من هذه العباءة وطلعت بحلة جديدة لصورة المثقف. نعم. وعرفت توازن انه هسه الترند صار سوشيال ميديا. صحيح. فقلت خلي اروح على السوشيال ميديا، صح. منو يقرا منو يكتب. صح. احكي لي شلون بديت. لكل عصر فكر. أنا مهتم بالإعلام التقليدي مبكرا، يعني بديت أقرأ الصحف والمجلات من صار التغيير 2003 اقتحمنا العالم الرقمي تقريبا. الأشرت على هاي هي بسطيتي بالكتب انخفاض نسب المبيعات إلى ما يوازي 90%. 90% انخفاض بالمبيعات؟ إيه. حاطيك مثل بسيط. اي. أنا دائما أكرره، بلد تعداده 40 مليون نسخة، إذا 40 مليون نسمة، إذا تطبعين كتاب الناشر ينصحك برقم أعلى ريسك 1000 نسخة. 1000 نسخة تنباع مدة سنة معدل أقل شوية. فجينا نأشر الظاهرة خاصة وراء عام 2010 وشيوع مواقع التواصل الاجتماعي، ماكو إنسان يستغني عن الموبايل، فأصبح بضغطة زر ما يحتاج الكتاب يحمله ويقرأه. زين شنو التحدي؟ جت الفكرة عام 2017 بالضبط أن نسوي تجمعات شبابية بالقشلة. كان مواقع التواصل مو هيك بيها فيديوهات قصيرة مكثفة، يوم عن طه حسين، يوم عن الوردي، يوم عن تفكيك مفاهيم، مشت الأمور. اجت كورونا قعدنا بالبيت، هنا بدا الشغل. اذا انت بالبيت ناس قاعده بالبيت، اجت جون اصدقاء سوي انستا، سوي تيك توك، سوي لي فيديوهات قصيره مكثفه. والالهمني بهذا الفيلسوف انه مسوي فيغنشتاين، اختارته مجله التايم الامريكيه فيلسوف القرن. هذا مات عام 51 وغير نمط التفكير، هاي مهمه جدا. انت ما يصير تخاطب جيل بنمط تفكير متحجر قديم، تخاطبه بما يفهم. قال القوه في الافكار انها القوه بالتحدي بالفلسفه أنك تحول الأفكار الكبيرة إلى كلمات قليلة. كان التحدي أنه أتكلم عن ديكارت بدقيقتين فقط، أتكلم عن سبينوزا، عن الوردي، عن أي مفهوم بوقت قصير مكثف واحد. أتجنب اللغة الأكاديمية العالية ما يفهمها، لغة شعبية بسيطة. كان هو هذا التحدي. تعرف، صحيح كلامك، انت بدك تختصر المواضيع بطريقه سلسه. نعم. وقصيره، الناس بعد ما لها خلق تسمع نعم. هوايه حكي، حتى نعم. الكلام نعم. يقول لك بالسوشيال ميديا الناس تقرا اول 3 اسطر، الباقي ما تقرا. فايش قد ما تقدر تختزل العالم الكلام. اليوم يقرا الصوره ويتفرج على الكلام. الصوره بها 1000 كلمه. مرات انا جالس بالكي اروح للشغل اسمع موضوع، هو شنو الترند؟ الموضوع اللي يشغل الناس. احنا نعرف هسه اكو امور تاريخيه ترند، قبلها مثلا حدث معين، فاثناء ما اعبر جسر الشهداء انزل للمتنبي، اوقف على الجسر اصور دقيقتين بموضوع ما، او الناس تقول لي بالرسائل استاذ احكي لنا على مثلا شفت فئه الشباب 99% 25 سنه ودون، احكي لنا عن الفشل العاطفي، عن الاحباطات، عن التردد، عن اليأس، عن قبول الاخر، مواصفات زوج المستقبل. يبحث، لان اكو نقطه مهمه كي اسميها حتى لا نحرث في البحر، اكو نقطه مهمه. ما يصير تحكي بمواضيع ما تهم الناس. اوكي انت عندك تصوير وعندك تقنيه، بس انت اكو كلمه الهمني اياها ويليام جيمس، فيلسوف البراغماتيه الامريكيه، والعالم الان كله براغماتي، كله صاير بهالفلسفه. يقول الافكار تنجح اذا استجابت لحاجه الناس. حاجه الناس شو تريد تسمع؟ ما يصير احكي بقصص ومواضيع ما تهمه او بيها اكاديميه عاليه او مواضيع تخصصيه، لان المثقف هو من غادر حقل الاختصاص. تتحدث بمواضيع عامه تهم الناس، تهم الامي، تهم الخباز، تهم النجار، تهم الحداد، تهم الطبقه المتوسطه وهكذا. تعرف المثقف يمكن بالعراق او بالعالم العربي، بس انا احكي تحديدا احنا عندنا بالعراق عندنا صوره نمطيه للمثقف، وهي هاي ما موجوده يعني اذا تطلع باوروبا وبامريكا تعريف المثقف هو مختلف عنا تماما. صح. احنا كل من يقرا كتب هوايه يقولون عنه مثقف، بس هو يعني بالسفر ثقافه، بتعلم لغات اخرى هي المثقف عندنا ثقافه. ينظر تنظير، بينما الثقافه نمط سلوك. شنو الثقافه؟ قل لي. الثقافة هو نمط الحياة اللي تستخدمه يوميا، طريقة تعاملك حتى في غلق الباب هو ثقافة، هل تغلقه بعنف أو برفق، طريقة كلامك مع الناس، تتكلم بما يفهمهم أو تتكلم اللغة عال التكبر. معنى التنظير الثقافة أنه أكون عندي معلومات مو بالشيء المهم، أوكي هاي 20%، كيفية إيصال المعلومة، شنو الفائدة عندي معلومة ما أقدر أوصلها، أو أحتكرها لنفسي أني، أو ما أخاطب الآخرين، أو أتعامل وياهم بغرور، أو أقول أنا مثقف. أكو نقطة أخرى، هو من يذهب إلى من؟ هل يذهب المثقف إلى الإنسان الجاهل أو يريد الناس تجي؟ لا، هنا المسألة اختلفت. الساحة لمن يعمل. لذلك احنا نلاحظ
أو كتاب أشير إلى مهم، أكو كتب تصدر بالثقافة العربية مهمة، أوهام النخبة علي حرب المفكر اللبناني. كتاب صدر من فترة بس، يقول أنت شوف صفحة لأي مطرب أي لاعب كرة قدم أتباعها ملايين، ليش المثقف أتباعها آلاف؟ لأن لاعب كرة القدم والفنان وعارضة الأزياء حاكى العقل التقليدي والشعبي وخاطب بما ما يفهمه. بس هاي الثقافة الشعبوية. أوكي. يعني أنت من تروح عن النخبة يمكن ما لازم يتابع. الثقافة لازم ينزل مستوى الناس، لازم تصير شعبوية. لذلك أكو كتاب جدا مهم الهنترميد اسمه الفلسفة أنواعها ومشكلاتها، بفصل بالكتاب يسميه الفلسفة الشعبية، تنزل للناس. الفن كذلك، الفن احنا بالفن مو نزل مستوى الناس، لو اتحدث بفن نخبوي عالي. المثقف ليش عادل الوردي اكثر مبيعا بالعراق؟ عندنا مفكرين مهمين، عندنا طه باكر، عندنا هادي العلوي، عادل الوردي لغته شعبيه يفهمها اي شخص. هذا هو التحدي، ان تنزل الى مستوى الناس. او كما يقول احدهم: انا لا اعطي الطعام للسمك لاني احب الطعام، لكن السمك تحبه. الناس هاي مستواها انخفاض نسب التعليم، انخفاض الوعي، انت تتحدث عن مجتمع به 140%. اذا شلون بس برايك ما تتخيل انه الثقافه الشعبويه السائده هسه حاليا يمكن كل العالم صارت، مو بس ما احكي بس تحديدا بالعراق، بس هذه غطت على هوايه امور جيده وثقافه يعني مهمه بالسلوكيات. صح. صارت ثقافه شعبويه هي الطاغيه. هو القوة الناعمة هي المحركات. بس هو الفرد عنده يشتغل افراد. انت تتحدثي لي شخص اجى من القاهرة قبل ايام يقول لي القاهرة مدينة لا تنام. قلت له شلون؟ قال دور النشر انفتح الساعة 12 بالليل، طب اشتري كتاب من دار نشر الساعة 12 بالليل. يقول اطلع من دار نشر ادخل مقهى، اروح القاعة اوبرا، اطب للسينما. هاي وينها ببغداد؟ بغداد اعرق من القاهرة. مو اكو قوة ناعمة تتضافر، هي بكج. المثقف فرد، هو برغي في ماكينة هائلة. اذا اكو جهات اخرى مقصرة بهالموضوع. احنا نتعامل مع الثقافة بعقلية الموظف. روح السلتي لاي وزاره لاي دائره، موظف ساعه 3 يخفل ويروح. وين القوى الناعمه؟ وين تمظهراتها بالواقع؟ بالثنتين هو بالبيد يتغدى مو بثلاثه. زين دور النشر، اكو كتب الجيب كانت تصدر عصر التنوير في اوروبا، فولتير توزع للناس. التسهيل الكتاب مثلا هذا اختصار راس المال الماركس، هذا اختصار العقد الاجتماعي. بالنشر مقصرين، بمظاهر الثقافيه مقصرين. طبعا الفرد انا اشتغل بالممكن بامكانيتي، امكانيه مو مثل امكانيات المؤسسات. صح. تتصور انه اكو مجموعه من المدعي الثقافه، هم تقريبا شويه سيطروا على المشهد الثقافي، هم نعم. مدعين، بس دول خلوا الناس شويه تنفر من موضوع الثقافه، وقال لك والادب والروسي والكذا والهادي، احنا ما لنا هذا الخلق وهذا يجي يتمنطق براسنا، ويعني صعبوا هذا الامور، خلى الناس شويه تبعد عن موضوع المثقفين الحقيقيين. يعني هو التوازن صعب. خل اعطيك مثل محنة عادل الوردي هننطلق منها. الف كتاب سماه اسطورة الادب الرفيع، جدا مهم. قال هل احنا ملزمين نتكلم باللغة العربية الفصحى اللي كتبت بالقرن الرابع والثالث الهجري، لغة سيبويه وغيره، ام ملزمين بنخاطب الناس؟ يسميها نجيب محفوظ، اقرا رواية نجيب محفوظ، يسميها اللغة البيضاء الوسيطة بين الفصحى والشعبية. توازن مهم. اوكي، انا ابني على اساسيات الادب الروسي والانجليزي وشكسبير وتولستوي، واجيب مزيج من الثقافه الشعبيه. نجيب محفوظ كان يعتبر احمد عدويه روح مصر، يقول هذا يعبر عن الثقافه الشعبيه. نحتاج للتوازن، بس كل هذا يصب في مصلحه واحده، انه القراءه جزء من عالمك، واحنا ما نريد نكون نتحول الى بلد استهلاكي مستهلك للمعرفه، ما تكون للثقافه الى نصيب. ندعو الناس للتامل في واقعها في حياتها، ونقولها ان الثقافه بالمناسبه، انا وجهه نظري وقد اكون مخطئ، احنا مشاكلنا كلها ثقافيه. قد اكو لها مشاكل سياسيه واجتماعيه، هاي عوارض. المشاكل لها علاقه بالثقافه والوعي. اي بلد يرتفع به منسوب الوعي والثقافه تقل به حالات الجريمه والخطف والقتل وغيرها، والمسائل الاستبداد وغيرها. اي مجتمع تكون به نوع قراءه، مجتمع متعلم. انا قبل ايام شفت وثائقي عن اليابان، صور مو معد لها سابقا، تلقائيه، يصعدون للمترو، مترو كبير، 100 شخص ما يقل عن 100 شخص شايل كتاب انه يقرا. اوروبا نفس الشيء. اذا هذا الثقافه جزء في تكوين النسيج الداخلي، هاي تعكس على سلوكه. اوروبا تصعد بالمترو او نعم. بوسائل المواصلات، يعني الكل شايله كتاب. هسه الكل موبايلات بس هم تقرا. صح. يعني مو بطلة تقرا، بس تقرا على نوعيه ما يقرا. احنا نريد الفعل القراءه فعل تحرر، ان يهتم بالثقافه مثل ما يهتم بمأكله بملبسه. ولذلك انا احزن عندما اجد في بغداد طغيان هائل للمولات مثلا، او الكوفي، مقاهي الشعبيه او كوفي، وما اجد مكتبات عامه، لا اجد دور سينما، لا اجد مسرح. هاي القوة الناعمة هي اللي تنقل أي شعب، وما أسميه أنا السوفت وير. المجتمع به هارد وير، البنى التحتية، لكن هاي البنى الفوقية بلغة ماركس، السوفت وير، هي هاي اللي تأثر على هاي.
هاي مفقوده. هسه الحمد لله صار عندنا سينمات بالمولات وبكثره، يعني الحمد لله هذا شيء مشجع. يعني دائما اقول 3/4 الثقافه هي من الافلام. صح. يعني خاصه السينما العالميه تنقلك صح. لعوالم اخرى صح. وثقافات مختلفه. اكو تشوف روايات حضارات صعبه مثل روايه نجيب محفوظ، اليك ماريا ريمارك، دستوفسكي، عندما مثلت على السينما مثل ماركيز اعماله صحيح. صارت اسهل لانه هنا خاطبت المتلقي خياله، فبالروايه يجوز صعبه. لكن مثلا روايه العمى ساراماغو، ما اصعب ان تكون مبصرا في مجتمع اعمى، من طلعت ذاك يوم شفتها على MBC 2 كان العمل بديع جدا، والمقر الروايه استمتع بالفيلم فصار عنده فكره عن العمل. تعرف كم كتاب انت قاري؟ ما لا. الناس ايش تقرا هسه؟ مراحل العمريه هي التقسيم. اذا جينا من 25 سنه وجوا، الدرجه الاولى الروايات المسليه الخفيفه مثل جثا كريستي، الروايات اللي بيها جانب عشق هائل وغرام مثل قواعد العشق ال40 اللي في شفق، والتنميه البشريه على النمط الامريكي ستيفن كوفي فن اللامبالاه. وعندنا مشكله بهذا النمط من القراءه، انه نقرا بالعدوى. لاعب كره قدم شهير يطلع بموقع تواصل شايل كتاب، الناس ثاني يوم تسال على الكتاب. صحيح. هو ما بحث فحوى الكتاب، فلان قراء اريده. المراحل السنيه الاكبر تذهب الى تاريخ العراق، المراحل المسكوت عنها اللي ما كنا نعرفها. باختصار العهد الملكي والعهد القاسمي، اي كتاب يصدر على العهد الملكي من 21 ل 58 زمن نور السعيد ملك فيصل، خاصه الملك فيصل الاول. والعهد القاسمي من 4 سنوات سن ال50 سنه فما فوق، هو هذا كتابهم المفضل. كتب السياسيه، المذكرات بالدرجه الاولى، مثل صدرت ذاك اليوم اعمال مثل عدنان الباجج او سعد الحمادي، نفذت الطبعه الاولى. الشباب ما يميلون لهيك قراءه، يريد روايات خفيفه مسليه بيها جانب عشق. واكو روايات دسمه يعني مثل الساعه 25 مثل روايه فؤاد تكرلي، لا هاي جمهورها قليل. اذا الروايات اللي ما اريد اذكر اسماء حتى يعتبر، بس اسواء خفيفه، وما يريد ما يريد عمل يتجاوز 100 صفحه، يقول لك ما عندي مجال. يسميه احنا بالادب النوفله، الروايات جوا 100 وجوا نوفله. بعدين هي مثل ما قلت يعني هي بالعدوى، يعني شوف مثلا كتاب صار يعني جتي قبل كم سنه موده باولو كويلو الخيميائي، بعدين صارت تفسير الاحلام صارت صح. كلش موده، كتب الطبخ والكتب الطبخ كتب والابراج الابراج والسحر هذه كلش همينه الناس بس تدور هالسوالف. احكي لي عنك، انت من بغداد؟ نعم. من وين؟ من الأعظمية. عظماوي اصلي يعني؟ انا مولود بالأعظمية، بس انا اصولي ترجع الى محافظة النجف، منا ومنا شوي بشكل. وشو كنت جيت بغداد؟ لا انا مولود ببغداد. انت مولود هنا؟ مولود بس العائلة. حالتك الاجتماعية اعزب. ليش؟ اطيش طرفة. زين احكينا، انت تحكي على العلاقات العاطفية وتعطي نصائح، حتى ليش ما متزوج لسه؟ لا شوي خلينا نشاكس عن المرأة. اي. عندي صديق مؤرخ، وتعرفين المؤرخ، يخابرني بالليل يقول لي اكو كلمه بكتابي وين بيا صفحه ومؤلف كتب، اقول له بصفحه كذا كتاب كذا، وسيسمعني يضحك. ففي يوم شفته قلت له استاذ انت ما تذكرها؟ قال لي انا ما اذكرها، انت تذكرها. قلت له ليش؟ قال لي اذا اردت تكون لك ذاكره قويه لا تعاشر امراه، وانت ادري قاعد وحدك وما عندك فتتذكر، فذاكرته قويه، هو ذاكرته تعبانه. يعني تتصور اللي عاشر المراه كلهم ذاكرتهم تعبانه؟ انا سالته كمؤرخ. يقول الانسان المهموم بهموم الحياه ومشاكلها ويرجع للبيت كذا وكذا، فنادرا ما تبقى عنده المعلومه تذهب. لكن الانسان المتفرغ للثقافه اللي يعيش بيها، بس ممكن اكو هو يجوز مرته يعني فد هم بحياته، اكو ناس هو متزوج 2. هاي بعد شنو طبعا يعني هذا دماغه بعد ما يستوعب. الثقافه ما تحب ضره. اكو عالم معتزلي مهم جدا اسمه النظام، يصير استاذ الجاحظ، قال عباره حيره العلماء، قال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. شوف العبارة. فأنت الكتابة لا تجامل إذا ما تتفرغ لها، مثل اللياقة البدنية هسه أي عداء إذا ما يركض يومية، القراءة ما تجامل، إذا تتركها متى تسوع تتركك. برأيك هسه إذا يعني أي طالب أو أحد يريد بمجال الدراسة، شنو الأهم يدرس؟ المادة العلمية والتكنولوجيا أو التاريخ والأدب؟ الأهم لو خير الأهم يختار ميوله حتى يبدع بها. أسوأ شيء عندنا وصلت هي القراءة القسرية أو الجبرية، هو يحب فنون يودوه لكلية الطب. هاي عندنا مشكلة بنظام التعليم أصلاً. يوسف إدريس جراح، ترك أنا سويت لقاء قال الطب زوجتي والأدب عشيقتي بالنص. قال لهم ماكو فرق، قلم الأديب مثل مبضع الجراح، السبب الإبداع، ترى الإبداع يجي من التفاصيل، إذا تحبين مهنتك تبدعين بها تطلعين أمور.
أنا أريد الإنسان يذهب إلى الشيء اللي يريده هو بدون قسر. ماذا يقرأ؟ أنا حتى أعطيه نصيحة وفاتتني. أول شيء يتعلم لغة إنجليزية. أول شيء. ليش؟ بس ليش فاتتك؟ تقدر هسه تتعلم بس قد بسنه 20 15 سنه يكون عنده الاستيعاب اقوى. السبب انه حيطلع على امهات الكتب الغربيه اللي احنا حرمنا منها او نقراها بعيون المترجم. هوايه مثل دانتي الايطالي كوميديا الالهيه ما مترجمه كامله. فهاي كنت اشعر بحسره من اقرا كتب هيجل وماركس، مرات اشعر انه كما يقال الترجمه خيانه جميله. لا، اريد اقراها بعيوني. واحد. اثنين، يقرا بمجال تخصصه كتابين بالشهر، ومجال غير تخصصه كتاب. اذا اخذنا معدل القراءه كمعدل، انا اطمئن له كل 10 ايام كتاب. هي مو مرات انا اضحك، يجي واحد يكتب بالفيسبوك بنهايه السنه ما قراته عام 2025 22 100 كتاب. هذا لو منه اروح اعزل اشوف لي غير شغله. ماكو شيء قراءه. اكو كتب تستغرق شهر، ما خاصه بفلسفه الدين. بالفلسفه اكو كتب نمطها صعب وعلمي، يعني اللمحات الاجتماعيه علي الوردي تتحدث عن تاريخ العراق من 1800 وكسور العهد العثماني في 900 لحد ثوره العشرين يتوقف. اتحدى اي شخص يكملها قبل 6 اشهر، مستحيل. مو ركض، مو امتحان، مو واحد يركض وراك. فيقرا بمجال تخصصه كتابيا، ومجال غير تخصصه معلومات عامه كتاب. تتذكر اول كتاب قريته؟ ايه يعني غير كتب المدرسه، يعني كتاب. اتذكر بال 97 اجتني امراه بالصدفه. اكو امور تسير بالصدفه. تؤمن بالصدف؟ عفوا. اي اؤمن بالصدف. عبد الرحمن بدوي يقول جئت لهذا العالم بالصدفه وساغت. تعرفي عبد الرحمن بدوي؟ اي استاذ هو الفلسفه استاذ المصري. الكل. اوكي. هو انيس منصور تعلم من عبد الرحمن بدوي، كتب عنه كتاب. قبل ما اجاوب شو يقول بمقدمته؟ يقول جئت الى هذا العالم بالصدفه وساغادره بالصدفه. شلون؟ زين هو غادره، هو كتابه بعد ما غادره، صدق غادره بالصدفه؟ حتى لا يفتهم المشاهد اقصد شيء، اقصد الامور غير مخطط لها. يقول اني والدي كان يمشي بالريف المصري، اكو واحد يطل بثار، ضرب طلقه والدي عثر ووقع، لو جايب طلقه انا ما اجي. لان كان بعده والده ما متزوج. هاي بالصدفه. زين شلون يغادر بالصدفه؟ هذا الكتاب كتبه عام 2000. عبد الرحمن بدوي مات عام 2002. دي يمشي بباريس وقع ومات. نعم. عام 97 جاءت مرأة عندنا للبيت زارتنا، قالت عندي مكتبة ضايجة تعالوا خذها هدية. أخذت المكتبة هدية، فدخلت عالم الكتب. أتذكر أول كتاب قريته عبد الرزاق نوفل اسمه القرآن والعلم الحديث، هذا كاتب مصري. هاي السلسلة مالته القرآن والعلم الحديث. يعني قريب بديت المصطفى بالكتب الدينية الكتب الدينية لأنه أنا وصلت قناعة اللي يقولها أوجست كونت، يقول البشرية مرت ب3 مراحل. أول شيء قراءة كتب السحر والأساطير، بعدين كتب مرحلة السحر والأسطورة، مرحلة الدين، مرحلة العلم. الإنسان طفولته مثل طفولة البشرية، هيك يترقى بالقراءة. انت متاثر بالفلسفه هوايه. ذكرت عبد الرحمن بدوي. انا اتذكر انيس منصور كتب واحد من كتبه يقول لك يعني هو استاذنا ودرسنا، يعني عبد الرحمن بدوي، بس ما خاطب الشباب. هو كان يحب انيس العقاد. منصور خاطب الشباب بلغه سهله. انيس منصور يقول انا اكتب المقال، دا قرأت كتابهم جميل في صالون العقاد كانت لنا ايام. قاريته اي. يقول انا اكتب المقال، واظن هو كاتب الاهداء يمكن لعبد الرحمن بدوي. أي. حسب ما اليوم كان قاريت الكتاب. يقول اكتب المقال، ادعو الساعي ابو الشاي اذا فهمه النشره، اذا ما فهمه ما نشره. لذلك كاتبين مصريين يسموه السهل الممتنع. مو اي واحد ترى عنده الموهبه. انيس منصور ومصطفى امين. بس هو انيس منصور انتقد كثيرا على كتاب في صالون العقاد، لان قال لك هو كتب عن نفسه ما كتب عن العقاد، يعني هو عنده شوفه حاله شويه. ليش الانسان يقدر يتخلى عن ذاتيته بالكتابه؟ أكيد. الموضوعيه في العلوم العلميه. كتبي كتاب بالطب والهندسه تتخلين عن ذاتك، لان انت تتكلمين عن تقولين درجه غليان الماء 100 ما بها مدار الدخول الذاتيه. بس تكتبين روايه وفن وتاريخ تدخل ذاتك بالموضوع. ما فكرت تكتب؟ كتبت كتاب خفايا القراءه، قلت اجيب لك نسخه بس الكتاب نفذ غير تجيب لنا نسخه وتمضي لنا إن شاء الله اياها. بالمرة الثانية. عن شنو كتبته؟ على السؤال دائما اساله انا بالبسطه، يا استاذ ايش نقرا ما نعرف. هذا بالقراءه اكو سؤالين مهمه. ماذا اقرا؟ يوقف قدام كتب شقره وكيف اقرا؟ فانا جاوبت له على هالسؤالين، وخلت له بالنهايه 100 كتاب يجب ان يقراها بالاسم. كتالوج حتى يروح عليه يقرا. بس القراءة كل واحد يختلف المود مالته، المزاج مالته. أنا مزاجي اليوم أحب أقرأ هذا الكتاب، باكر يمكن ما عاجبني أقرأ. ما توجد وصفة معينة لكتاب معين يقرأ الكل. أنا قلت بالمقدمة الكتاب الجيد هو علاقة بين كتاب وقارئ يناسبه هذا الكلام. مثلا أنا رشحت كتاب التفكير العلمي لفؤاد زكريا، إجا واحد قال أول 10 صفحات وذبيته، قلت له ذبه. كان اكو استاذ نقد مصري احبه فاروق عبد القادر،
يقول ليس شرطا ان تدرك ان البيضه فاسده وتتركها يلا تاكلها كلها، اول تشمرها من البدايه، اول 10 صفحات اذا ما انسجمت بالكتاب اتركه، لانك قانون يقول سبينوزا احبه، القراءه حتى لذه الفهم، اذا ما فهمت واحد وما صار عندي متعه بالقراءه، انا نجيب محفوظ ملحمه الحرافيش على ضخامتها ما قدرت اكملها، لان ما بيها تشويق، بينما قصه حب مجوسيه لعبد الرحمن منيف خلصتها بجلسه واحده. صحيح. تشويق الكاتب، اكو فرق، انت الماده التقنيه عندك، بس المشكله هنا شلون توصليها بالتشويق. مرات تشوفين فيلم كل ادوات النجاح، احنا نعرف افلام مصريه بالسينما ضربت اول اسبوع ما حد رادها، مخرج مهم ومحترف وممثلين، بس الاليه الفيلم ما وصلت للجمهور، هذا شيء ثاني. خليني ارجع على السوشيال ميديا بعدين نرجع نحكي على موضوع الثقافه، موضوع بتعرف الثقافه تتغير عبر السنين، بس نرجع نحكي بها. السوشيال ميديا تعرف اكثر مقطع انتشر لك شنو؟ مقطع انا ارجع للارقام، مقطع الانتشار مقطعين، مقطع الاول بالقشله بالهواء الطلق، سئلت على سؤال ما هو التنوير؟ بس انا هسه هذا الاستوديو بضوء امشي للباب، بس اذا ماكو ضوء اعثر اوقع. فاذا من تمشي وظلمه اكو احتمالين، شيء اقوى منك يحطمك، شيء اقوى انت منه تحطمه. بالتنوير معك كانت كن جريئا في استخدام عقلك، هو هذا المقطع اللي اخذ الكل الناس. شنو كن جريئا؟ منو كانت؟ لانه كانت تتكلم ضد التقليد، انه يكون عندك وصايه فكريه واحد يكون وصي عليك. فانتشر هائل، انتشار هائل، لان الناس الطفل شلون تعلميه؟ ديكارت، كانت، سبينوزا، هيجل، يقول من ذولي؟ حيروح يبحث، هو وضع ايده بالطريق من اوصل لها المساله. سويت مقطع على السوشيال ميديا وتوقعت له ينجح ويعني ياخذ يعني يطش وما نجح. اي جدا، للسبب كان موضوع ديني، فعرفت المجتمع ما يتفاعل به. انت تورطت، كان موضوع الحجاب، انت تورطت، دخلت مواضيع دينيه لا يعني جابك عليها. ما تورطت، هو كان ما سمع، هي انا جلسه ويسالوني بس عرفت الناس شو تحب وش تريد. كل ما تكون تغوص بمشاكل الناس اليوميه والحياتيه والاجتماعيه وهمومها الناس تتفاعل معك. نرجع نحكي على الثقافه، نحكي على دخولك شويه للدين، سوالك اكو لغط على هالموضوع، وهواي عندنا حديث على الثقافه والكتب، بس ناخذ فاصل. ماشي. فاصل ونرجع. استاذ حسين، نرجع لحوارنا عن الثقافه. والله الحديث وياك متعه، يعني تعرف بهالايام قليل تلاقي صح. احد تحكي بهالمواضيع. الثقافه تتغير من جيل لجيل ومن بسنوات، يعني تتغير تغير هائل جدا. شنو اللي غيرها؟ التغير نمط الثقافه نفسه. خل اعطيك مثل، انا سابقا بالمعهد مثلا يردون منا بحث تخرج، دائما اقول لهم سابقا 20 سنه 25 كان عندنا مشكله في شحه المعلومات، ما عندنا نريد مصدر، مثلا كتاب عن تاريخ العراق نروح للمكتبه الوطنيه نستعيره. الان المشكله في فيضان المعلومات. انت فرق بين تقعدين يوم الجمعه تشوفين فيلم الظهيره يطلع والعائله مجتمعه والسريموت ب1000 فيلم. الان اسوء فيضان المعلومات، وبعدين ما تعرف ياهو الصح وياهو الغلط. هذا اثنين، نمط الثقافه المكتوبه اسميه، انت سمعتي مؤخرا عن اغلاق قناه BBC. اذا مزاج العالم اختلف. انا اتكلم عن صحف امريكيه كبرى الان غلقت، صارت الكترونيه. قبل سابقا كنا نستخدم القلم والورقه، هسه اللي يستخدم قلم ورقه يقول انا متخلف، هسه كيبورد. حتى اعرف روائيين كبار اقول له شلون تكتب روايه؟ يقول لي ما نسيت القلم والورقه، حاسبه واكتب. نمط القراءه كان كلمه مكتوبه، هسه اكثر من كلمه، يعني كاريكاتير، صوره، مشهد بالشارع، قراءه الكترونيه. فنمط الثقافه، وهذا بالحقيقه اشار لشخص احنا ما انتبهنا اليه، ألفين توفلر، عالم مستقبليات امريكي، كتاب صدر عام 1980. انا شريت له بحوار وابتليت، كل ساعه يجوني عليه هذا الكتاب قديم صدر بال80، ما موجود PDF. الموجه الثالثه. الموجه الثالثه الكتاب اسمه. يقول بمقدمه الكتاب البشريه مرت عليها 3 ثورات كبرى. الثوره الزراعيه استمرت 10,000 سنه، يقول جواها خط، هي ثوره استقرار الانسان على الارض. الانسان مش شاف اكو اي مكان به زراعه وماء وكلا يقعد. الثوره الصناعيه 300 سنه استمرت، يسميها ثوره السيطره على الارض. الانسان بالثوره الصناعيه ودوره راس المال، الثوره هاي المعرفيه التكنولوجيه اللي هو نبه بيها، قال ثوره احتواء الارض. اكو فرق، هسه احنا جالسين داخل الاستوديو، واكو فرق نخرج خارج الاستوديو نشوف الاستوديو من برا. الان احنا نرى العالم من فوق من الخارج، فثوره احتواء. فهي هاي الثوره الرقميه خلت العالم كله يصير بملف. هسه اجيب لك فلاش واحد العالم كله تحملي من خلاله، او كما
بطل يذكرني بطل روايه الجحيم هنري بيربوس، يراقب العالم من ثقب الباب. احنا هسه نراقب العالم كله من ثقب الباب. هي تكنولوجيا اكيد خدمتنا صح. بهوايه مجالات بالحياه، بس ما تتصور انه جتي على حساب الانسان همينه بهوايه امور. التكنولوجيا وحش اختار خصوصيه الانسان. انت الان مراقبه بالكاميرات، وهاي نبوءه جورج اورويل عام 48 1984 كتبها عام 48. قال ستبقى لك بضع سنتيمترات على دماغك ما تراقب، في كل مكان الكاميرا والرادارات موجوده، فما تقدر تاخذ راحتك، يعني واحد يصورك بدون ما تدري. التكنولوجيا اختارت الخصوصيه وبيها عيوب. نعم، هايدغر الفيلسوف الالماني المهم مات عام 76 مبكرا نبه، قال عباره وانا ثبت العباره قريتها وقتها قلت هذا ايش تحكي، ثبت صحيحه. قال العلم لا يفكر، عباره بديعه جدا. العلم لا يفكر. يقصد ان التقنيه تلد اجيال، تخلق اجيال مسطحه. هاي كاميرا والموبايل ما تعطي فكر نقدي، ما تعطي قوه. ولذلك اكو دراسه مهمه مجامعات غربيه، اكثر المنتمين للحركات الجهاديه الارهابيه هم خريجي كليات الطب والهندسه. ونادرا أن يطلع شخص من خريجي الفلسفة والنقد والآداب ينتمي لهم، لأن هاي الكليات موضوعية، ما تتعامل مع الإنسان، تتعامل مع الشيء. كليات الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ تتعامل مع العقل، فما ينجر، ما يقدر واحد يغسل دماغه. بينما الطبيب والمهندس، وإذا تشوفين أكثرهم الطبيب فلان المهندس فلان يروح لهاي الحركات. فللأسف التقنية واحدة من عيوبها تخلق أجيال مسطحة إذا فقط تعامل مع التقنية بدون ما يذهب إلى ما وراء التقنية. حكيت على موضوع الدين وصار اكو انتقادات، هاجموك شويه ناس بهذا، جابك على هاي المواضيع سؤال يعني. وجاوبت عليه، ما مجاوب. لا، هذا يعطيك بالون اختبار تستفيد به، تعرف طريقه تفكير الناس، هاي شلون تعطيك تفكر. نظره على المجتمع انه هاي يفكر، حقول الغام ما تقدر تدخلها. اي بالضبط. المجتمع ما يتحملها، ما يتقبل، ما يتحملها. صح، عافية عليك. صحيح. اذا تحب تعرف عن نفسك لناس ما يعرفون انت منو، شو تقول لهم؟ انا شنو؟ التعريف هو كلمه مظلومه ما حد يحبها. القارئ حتوقف عندها. القارئ. اي. هسه تجي تستضيفي مفكرين باحثين، اول شيء يقول انا الكاتب. اي واحد ما يقول انا قارئ، يستصغرها. يا بالقراءه اعظم من الكتابه. بورخيس اليوناني الاعمى كان يأجر ناس حتى يقروا له. يقول اذا فخر الناس بما كتبوا سافخر بما اقرا، لان الانسان يكتب ما يستطيع ويقرا ما يريد. فيقول القارئ، الناس تقول شنو قارئ انت باحث؟ يابا هي الاساس كل هاي القراءه. اذا اني كاتب وما قريت شو راح اكتب؟ ابراهيم المازني عنده كتاب حلو اسمه صندوق الدنيا، يقول القراءه مثل مسدس الماء، تملأ اولا ثم تفرغ ثانيا. زين اذا انت تفرغ بالكتابه غير تنملي. ولد يرتب قصه الحضاره يقول حتى تكتب كلمه لازم تقرا 10,000 كلمه. اريد اعيد مجد القراءه، القراءه مهضومه ومظلومه. فلان قاري كتب، ايش بيها يعني شتيمه؟ بالعكس هذا مجد. أنا أعتبر القراءة وأول آية بالقرآن أقرأ، القراءة مجد عظيم يجب أن نرجع لها، على أساسها يصير الكاتب والشاعر والفنان والطبيب والمهندس. صحيح. عندي مجموعة أسئلة ماشي. ندردش شوية بيها، يعني نطلع من هذا المود. بس قلت يعني شو أحضر لك أسئلة، يعني أكيد راح تغلبني بكل شيء. ما الأسئلة هم من الأجوبة. ترين أرسطو شو يقول؟ شوف الفلسفة اليونانية شو تبني عقول. يقول الأسئلة مبصرة والأجوبة عمياء. السؤال والأجوبة عمياء. الجواب محدد، انت تطرحي سؤال، السؤال واسع حجم المعرفة، الجواب محدد ويتغير من وقت ومن جيل إلى جيل، فيبقى السؤال أكثر. تغير تفكيرك، تغير ويا السنين جدا بهواية أمور، صح؟ التفكير القديم كان تفكير ساذج. انت الإنسان عندما يضحك على تفكير القديم ويمارس عملية نقد يعرف. بعدين ما تتفق أنه النضج كإنسان هو نعم. بتغيير أفكارك صح ومعتقداتك؟ صح. الأرصفة وحدها ما تغير آرائها. فإذا إنسان جاء تتهمه ورا فترة ما بغير رأي لازم تتهمه. ولذلك اكو كلمة قريتها البارحة اقرا بالصدفة، عبارة كلش عجبتني أحد علماء الاجتماع، يقول لن ينتهي العنف في العالم، العنف، إلا إذا تحولت القناعات إلى آراء. كل تقرا كتاب وتعجبك عبارة بيه همين تأشر جوا جدا. أنا عندي سر ما حد يعرف المقربين، عندي مفكرات صغيرة هي أساسا ما بقى سر، قول لنا إياه. مفكرات بالسوق، مفكرات تنباع ب5000 أو فيها. تلقين هسه احنا سنة 23 تلقين مفكرات مشمرة بالشارع بألف قديمة، أشتريها كلها أمليها اقتباس. اليوم التقيت ست عائشة صار لي باليوم حدث أمليها، عندي حوالي 50 وحدة مملية، أرجع لها خزين إلي. ما معقول أنا أقرأ عن الوردي خوارق الشعور التفكير العلمي وأرجع أجيب الكتاب من جديد. الكتاب الجيد مثلا كتاب هايدغار ماركس رواية، أأشر يقول أهم ما في الكتاب من صفحة كذا لصفحة كذا. القراءة بالنوع مو بالكم.
من ارجع للكتاب انا مأشر بالملاحظات، ترى كل قوه كتاب الاستشراق الادور السعيد من صفحه 5 لصفحه 10. اقتباس الفلاني ورد بهالكتاب يفيدني بعدين نكتب مقال او اكتب او اطلع بفيديو. بعدين انت اسميها اذا دفاتر تحكي افكار. بيها هوايه تظل أي. ببالك. تظل ببالي. أي. وخاصه اذا اكو كلمه قالها روبرت فروست الشاعر الامريكي كلش احبها. يقول اذا لم يتفاجأ الكاتب لا يتفاجأ القارئ. الكلمه اللي تهزني اثناء المراجعه متاكد راح تهز المستمع، اللي تفاجئني. اما اذا جاء الكلام رتيب واني مجبر اقوله ما راح تهز احد. صحيح. صحيح. شخصيه من التاريخ تحب تطلع وياه على غدا من اي حقبه من التاريخ؟ واحد محيرني اعتبره عبقري. اي منو؟ اريد اساله شلون وصلت لهالامور؟ ابن خلدون. اوه. يعني انت بالقرن الثامن التاسع تقعد وياه على غدا وهيك شو تقول له؟ شو تقول له؟ اقول له شلون عرفت انه علم العمران البشري اللي اكتشفه الغرب علم الاجتماع، وشلون اطيت وسائل انحطاط الشعوب، مثلا الشعوب المهزومه تسوء اخلاقها. شلون عرفت؟ يقول لك هو دخل بقلعه بالسلامه وجمله قابله للتاويل، مثلا كل الشعوب القويه من الشعوب اللي يقول ما معناه حصن قلعتك من الداخل يخشاك العدو، اوقف بهالعباره. تاويل. حصن قلعتك من الداخل يخشاك العدو، قوي قوتك العسكريه من الداخل ما حد يدخل لك، قوي اسرتك من الداخل ما حد يغزوك، قوي جسمك من الامراض ما يجيك مرض. الجمله شبيهه. الدول التي ترتفع فيها الرايات والعصبيات والقبائل لا تستحكم فيها دوله. عمر الجيل 40 سنه عند ابن خلدون، عمر الدول من 30 الى 35. انا اريد اساله هاي الطفره المفاجئه، اسمه ابو زيد هو، فذاك اقول عباره اصدقاء يقول هم ابو زيد اذا طلع من قبره ما يغير شيء بكتابه لان الواقع العربي ما تغير. طبعا اذا اتكلم عن العصبيه القبليه ومصايب اخرى، فابن خلدون شخصيه ملغزه جدا. دا يمكن كانوا اكو مستنيرين بذاك الوقت افضل من هسه، مو انه صح بقينا نفس صح الشيء. صح. يا ريت لو باقي نفس صح. الشيء. اختراع ما موجود حاليا بس تتمنى يخترعوه. ان يقرا انسان افكارك. اوه هاي خطره. لا اكو باسكال هاي تسوي مشاكل بعدين. باسكال الفيلسوف الفرنسي شو يقول؟ هذا مظلوم مات عمره 39 سنه بالقرن السابع عشر، اشير للمشاهدين. مخترع الحاسوب هو. عنده كتاب الخواطر، ادعو كل انسان الى قراءته. احنا هواي نتكلم عن الحياه الاخره والدنيا واجيب لك استشهادات، تدري عنده نص على هاي قبل باسكال. مرعب. اقول شلون وصل لهذا باسكال؟ يقول باسكال قبل ما اقول على الاجابه ليش باسكال، يقول الانسان قبل ان ياتي للحياه هو كان في العدم، وبعد ان يغادر الحياه يذهب الى اللانهايه. فنحن محاصرون بين العدم واللانهايه. اذا قسنا حياتنا بالعدم فهي كل شيء، واذا قسناها باللانهايه فهي لا شيء. فنحن محاصرون بالثانيه الواحده بين اللا شيء وكل شيء. هاي مال قراءة أفكار أخذتها من باسكال. شو يقول؟ يقول لو علم كل إنسان ما يقال عنه لما بقي في الكون أكثر من 4 أصدقاء. اي بس هاي يسوي لنا مشاكل. يعني يتقدم ايش معنى على هاي؟ مو لها تعطيك انسان يحبك لو يكرهك. لذلك اكو قول ينسب للامام علي يقول لو تكاشفتم ما تلاقيتم. فشي يقرا افكار. بالمناسبه وانا كنت بدبي مؤتمر القمه العالميه للحكومات كان الحضور ايلون ماسك. فقال لي شنو اللي يبشر به العلم جديدا؟ قال جديدا اكو ذكاء اصطناعي تضع موبايلك بالجيبك، ترفع راسك فوق تطلع لك لعبه ريال وبرشلونه تباوعها عن طريق تذبذبات معينه، ما بحاجه تخلي الموبايل هيك. هاي اللعبه تطلع لي فوق قدامي بشاشه مرئيه والموبايل بجيبي عن طريق الذكاء الاصطناعي. هل يستطيع تقرا افكاري؟ انت تتذكر مسلسل ستار تريك؟ قديم يعني. كله تقريبا صار وراح يصير. صح. وراح يصير. صح. هذا كان القنبله خيال الذريه علمي. اخذت من اعمال جورج ويلز. ذاك اكو عباره شو تقول؟ تقول في العلم نكتب عما نعرف، في الادب نكتب عما لا نعرف. هو الخيال العلمي من يجي؟ من الادب. صح. شنو يشغل بالك مؤخرا؟ للاسف يشغل بالي تقدم الدول بالاصلاحات السياسيه والاقتصاديه وتراجع العراق للوراء وطريقه هذا موضوع ينراد لنا 50 حلقه نحكي بهذا الموضوع. انا دا اشوف العالم دا يفكر للامام يواجه مشاكل المناخ والوباء ومشاكل التجاره الالكترونيه والتقنيه. يعني ايلون ماسك يقول التقنيه عام 2050 راح تطرد 15% من العماله، حيجي الروبوت. العالم مشغول باسئله وجوده، اسئله مصيره. احنا شنو مشكلتنا؟ احنا نايمين بالتاريخ. اي الترند الاخير بالعراق على شنو كان؟ لسه شاغل الناس. مسلسل. لذلك
اكو عباره لاحد المؤرخين احبها، يقول التاريخ هو الماضي لكن عند العرب هو الحاضر والمستقبل. هذا اللي يشغلنا. ما عندنا شلون نقدر نطلع من هذا من هذا الفكر وشويه نقدر نلحق نسوي صدمه الدول هاي صدمه كلتشر تشك، صدمه ثقافيه عند الجيل الجديد. الجيل القديم صعب تنبه الى اسئله عصره وان يعرف ماذا يريد بالضبط، ويعرف ان الماضي شيء مات وانتهى وما له اي نتيجه. قرانيا تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فالانسان ينشغل باسئله عصره ووجوده وتحدياته. مالك بن نبي مفكر مهم جزائري جدا، كان يكتب باللغه الفرنسيه وعنده كتب مهمه. يقول كل من يدخل العصر ولا يدرك اضافات المعرفه الانسانيه سيصبح سخريه للتاريخ. احنا صرنا سخريه للتاريخ مع الاسف. إيه؟ لو تقدر تحكي ويا نفسك، تشوف حسين عمره 20 سنه، شو تقول له؟ شو تنصحه مو شو تقول له؟ الشيء القرار اللي اخذته بعمر 20 سنه كان ناجح، انه تغامر وتذهب الى ارض ما تكتشفها، ما تخاف ما تتردد. وهاي النتيجه قطفت ثمارها اليوم. لان من اوصل لا خاف ليش؟ بالمناسبه عندنا بالله انت متردد؟ لا ما متردد. هو تجربتي بمواقع التواصل، لو اوريك رسائل التنمر والهجوم كان اكو ناس وقفت راحت. لا تواصل، ولازم تكتشف اشياء ومو تكتشف نفسك من خلال هالاشياء. اكو انسان، اعطيك مثل بسيط، نجيب محفوظ الروائي الوحيد الحاصل على نوبل بالادب، اديب وروائي. نجيب محفوظ كم واحد يعرفه خريج فلسفه مو ادب. المركز الثاني حصل في مصر، والناقشه طه حسين يقول طلعت الثاني بالفلسفه في مصر. دا يسافرون ما سفروه، ما صار عنده احباط. اذا لم يكن ما تريد فارد ما يكون، انتقل للادب فكتب اول 3 روايات تاريخيه، عبث الاقدار، اورادوبيس، وبعد كفاح طيبه. والهاي بمناسبه نبه بها سيد قطب. سيد قطب هو اول ما اكتشف نجيب محفوظ وانتقل للادب، اكتشف نفسه بغير مجال. فنقول للناس الفشل مو نهايه العالم. بس في هاي الفترة هذه الزمنية في مصر والعالم العربي، الفلسفة كانت محور، يعني صح. أكبر محور بهذه السنوات. صح. اللي طلعت المازني وطلعت الليبرالية، الفترة الليبرالية هم هسه يبكون عليها. الفترة الذهبية بمصر ما بها قمع. لذلك هو من جرد ينشر أولاد حارتنا شاف الويل. نجي محمد حسين هيكل ينشرها مقالات بالأهرام، كتبوا عنه محمد الغزالي وعبد الحميد حشكشك هجوم، فما عندي، يقول ما عندي مسوده، فالجمع مقالاته وسافر للقاهره. السهيل ادريس صاحب دار الاداب يلا طبع الروايه، لانه صار بعدين اكو يعني كتم خنق للاراء. شيء تخاف يروح منك؟ الذاكره القويه. ذاكرتك ما شاء الله دق لك خشب. اي لو مسموح لك تبقي حساب واحد على السوشيال ميديا، تبقى فيسبوك، تويتر، انستغرام؟ مستقبل الانستا فقط. الفيسبوك ليش؟ اكو مقوله عالميه تقول تويتر والانستا افاضل بيناتها، بس انستا مجال النشر به اوسع. العالميه هي المحليه بدون اسوار. للاسف الفيسبوك محلي. بس هسه دخلك التيك توك هم ينه. اي التيك توك شعبوي. بالمناسبه دول الخليج كلها ما تستخدم فيسبوك، ما حد يعرفه، ما يعرفوه اصلا. بس هسه يقول لك اليوتيوب الجديد هو التيك توك. صحيح، لكن البودكاست حيغزوهم كلهم خلال من الان. بدا. تحب تكون ظالم او مظلوم؟ والاثنين سيئه، بس لو خيرت. الانسان المحايد ما له وجود، بس انت مظلوم بالعالم العربي تنسحق بالكامل. يعني شنو هي؟ مو قصه ظالم او مظلوم. ما اريد اكون مثالي بالجواب، اتجنب الاثنين. المظلوم تنسحق ما يبقى لك شيء يعني. والظالم يراد له مقومات لوجود الظلم، مال وسلطه وغيرها. لا، اخرج من هذا عالم الاستعباد الظالم والمظلوم الى عالم ينظم العلاقه، كما يقول هيجل، بين السيد والعبد، فلا يكون هناك ظالم ولا مظلوم. المال والسلطه تولد ظلم؟ جدا، تشعر الانسان بالقوه. الانسان من يشعر هو ممتلئ بالقوه يقوم يظلم غيره. الضعيف شيء عنده بس لسانه. انت مع مقوله الغايه تبرر الوسيله؟ هي الميكافيليه، ما نريد نكون مثاليين، احيانا نعم واحيانا لا. احيانا نعم واحيانا لا. ما نريد نكون مثاليين. متراد راسل عنده عباره عابوا عليها، يقول اباده الهنود الحمر مؤسفه لكنها ضروريه. شلون صارت امريكا؟ ترى الحضاره تصنعها النخبه. بغير هذا احنا لف وتدور، حلقه فارغه. لو خيرت انه عندك قدره الاختفاء، شو تسوي؟ وين تروح؟ اذهب العصر العباسي مباشره بدون تفكير. اشوف الف ليله وليله واخوان الصفا شلون طلعوا هاي الجواهر. تحب تروح هاي المجالس المتنبي ابو العلاء المعري جدا تسحرني.
اجواء الف ليله وليله والسندباد والبساط السحري، هاي السحريه. بس هاي اجواء الف ليله هاي خياليه، من يقول صحيحه؟ اوكي، اقعد بمجالس المتنبي. اي اعز مكان في الدنا سرج سابحا الليل واللي تعرفني، ابو العلاء المعري بدمشق. شلون كتب هاي الكتب كلها واعمه بين المحبسين؟ لا مناسبه نحكي على التنوير، ما حد قرأ ابو العلاء المعري. اثنان اهل الارض ذو عقل بلا دين واخر دين لا عقل له. فاليوم عندي شخص يباع خيال علمي، قلت له اتحدى كل افلام الخيال العلمي تجيب هذا البيت لابو العلاء المعري. قال لي شنو هو؟ قلت له امس الذي مر على قربه يعجز اهل الارض عن رده. هذا السحر منين جت هاي الافكار؟ بعدين هو اعمى، شلون يقدر يوصف اما الاشياء اليقين بهذا فلا الوصف؟ يقين، وانما اقصى اجتهادي ان اظن وحدثه، كذب الظن لا امام سوى العقل. ايها العقل ان خصصت، ايها الغر ان خصصت بعقل فاتبعه فكل عقل نبي. هاي شلون؟ طبعا اذا ما رحنا لابن الرومي، ما رحنا لابو نواس، تعجبين من سقمي لا هو صحتي فعلا العجب. المعري يعني هو عمل. المهم العصر العباسي كله سحر هائل بي. هاي الاجواء شلون كتبت، شلون وصلت لنا. رسائل اخوان الصفا كم واحد قاريها 4 مجلدات. رسائل اخوان الصفا يتكلمون بالرساله عن كوكب الارض، نسبه الابتعاد بين الكوكب وباقي المجرات نسبه خطا 2% عن اليوم. تعرف بدي تحكي على العصر العباسي، كل المدن تقريبا اللي عندها حضارات بها طابع من الحضاره مالتها. للاسف بغداد ما عندها طابع عباسي للاسف. صح. نتمنى يعني كنا نشوف يعني بغداد بها طابع صح. مو اثار بس يعني السبب علي الوردي بحثها، قال كل المآسي العراق سبب الاحتلال العثماني. احنا دوله باشوات، نمط العثماني هو اللي احتل علينا مو النمط العباسي. شنو تتوقع الناس مو رأيهم عنك، بس يعني إذا أقول لهم حسين سعدون شو راح يقولوا لي؟ الإجابة نسبية، ماكو إجابة مطلقة. تقريبا. أهم إشادة آخذها من أطلع بالشارع، يعني تفرحني، أنت خليتني أقرأ. أنا ما متقرب للكتب، من وراء قمت أقرأ، هذا أهم شيء. وهاي الكلمة سمعتها عشرات المرات. تقرأ تعليقات الناس يكتبوها؟ أقرأ التعليقات. تسوي بلوكات للناس؟ إيه. بالمناسبة الحظر نعمة. ليش؟ احنا مزاجين العراقيين. انت طالع الصبح حطيش قصه اذا تحبين تسمعيها لابراهيم الفقي تشكل منهج حياتي. هي اسمها التحكم بالذات. امريكي قاعد الصبح قال له بدي اصير سعيد. قالوا لك واحد يدلك على السعاده، قاعد بالصين، سافر من امريكا للصين بالطياره، قطع نص مساحه الكره الارضيه. قالوا له هذا قاعد بجبل وهو رجال شايب هو وزوجته، اصعد له للجبل. ذاك الطو خبر حيجيك من امريكا واحد سريد يصير سعيد. القصه حقيقيه وخياليه بدلالاتها. جلس قالها لزوجته الشيخ الصيني الشيء يعني، والشيخ رجل كبير بالسن، قال له خليه ينتظر ما يقل عن 3 ساعات. ما يريد يدخل لي مباشره، هنا يعطيك مجال فيض المشاعر. انت تروحين شغله الصبح عندك موعد، خلي اوقفك بالباب ساعه ساعتين، شو يصير؟ 3. اوكي، قعد ساعه بدا يتململ، ساعتين، 3 انتهى يريد ينفجر. دخل عليه الشيخ بقدح ماء، ترس له شاي، القلاص فاض. قال له فاض انت ما تشوف اعمى؟ قال له اطلع برا ما اعطيك سر السعاده. قال له شنو؟ قال تجيني وانت فارغ. انا الصبح اريد اطلع فارغ ما ممتلئ على شيء يشيل دماغك وتفكيرك بتعليق سلبي بخبر بتليفون. الانسان بمناسبه موده تمام، يجي تليفون يهدم الاول والتالي او يسمع خبر. اذا تحكي على السعاده، انت مفهوم السعاده بالنسبه لك شنو؟ مفهوم السعاده هو بالاكتشاف، تضع ايدك على شيء، معلومه جديده، شيء جديد تجربه اليوم. السفر كان يشكل عندي قمه السعاده، اني اكتشفت اشياء انا ما شايفها وما كان اقدر اعرفها واشوف ناس اذا ما اسافر. السفر ثقافه بوحدها، لان إيه؟ تستكشف صح. ثقافات جديده، ناس جدد، لغه جديده. لكن انا ضد السعاده بالقناعه. كيركجارد فيلسوف تم اكتشافه مؤخرا. ضد السعاده بالقناعه. بس هوايه يقول لك على مود اكون سعيد لازم اكون مقتنع باللي عندي. كيركجارد سامع بي؟ فيلسوف دنماركي، فيلسوف الوجوديه. لا. يقول القناعه هي الوجه الملون لليأس. القناعه تعني التوقف، القناعه تعني التوقف. هاي قنعت. بس اذا انت تخوض حاله ما عدم قناعه باللي يعني عندك، رضيت عن ذاتك، انت مو سعيد، ما مرتاح ويا نفسك، راح تتوقف. الدول هاي ليش طلع اختراعات؟ ما توقفت وقعدت. القناعه تعني احنا لازم نغير مفاهيمنا. هوايه مفاهيم خاطئه عندنا. صح؟ المفاهيم هي عكاز الانسان بالحياه يصير بيها. قولي الامثال الشعبيه اللي هي الامثال ليش بقت وعاشت؟ لان صح لو غلط كان انقرضت. صح. راس الفيلسوف الانجليزي يقول الامثال هي كل شيء. تحب الامثال؟ ها جدا. انا احبها، لان اقول لو غلط كان خلص ما لا ما انت تتكلم تجريد، انت شلون توضح له؟ تنزل تعطيه مثل. بس مو اكو امثال شعبيه متوارثه صح اثبتت
خطأها يعني مو بالضروره ما تتماشى ويا هذا يجاوب العصر. يتلائم مع العصر، يجاوب على حاجه معينه. اكو فلان من امثال مثل اكبر منك يوم افهم منك بسنه، مو شرط. مو شرط. بس اكو امثال تعبر عن المزاج الشعبي. بالمناسبه محمد حسن هيكل راد يكتب تاريخ عن يوغوسلافيا دراسه، جابوا له كتب قال شو اسوي بيهن؟ جيبوا لي الروايات تتكلم عن يوغوسلافيا. فسالوه، جابوا له جتر على نهدرينه، قال الروايه بها مزاج الشعب، شلون ياكل، شلون يشرب، شلون يسولف. امثال اقرا روايه الوجه الاخر لفؤاد التكرلي، تتحدث كلها عن شرع الرشيد. غائب طعمه فرمان عنده كم عمل عن باب عظم، وهكذا. هاي الروايات بالامثال هي تعطيك مزاج الشارع الصادق، الناس رؤيتها، افكارها، احلامها، احباطاتها. لا، الامثال شيء مهم. لو اضطريت للهجره مم. افتراضا يعني، وقالوا لك مسموح لك تاخذ وياك بس 3 اشياء، ايش تاخذ؟ اشياء عموما، لو كتب، لو شنو؟ وفق من الكتب اللي راح تشيل لي جنطه مال الكتب تقول لي هاي أي. شغله واحده ما يصير، يعني 3 اشياء. 3 اشياء. اخذ الحاسوب مالتي لان ما اقدر استغني عن الحاسوب. يعني اشياء لا تعوض لا تعوض. تاخذها وياك للغربه. اخذ القط مالي المربي بالبيت، هاي واحد. شو اسمه؟ مش يسموني ضحك. هاي واحد. قط واحد بس عندك؟ عندي هوايه بس هذا اقرب واحد. ها كم واحد؟ يعبرون ال20. لا مستحيل، كلهم مربيهم عندك بالبيت؟ لا، بالبيت نص العدد. والباقي وين؟ برا بالحديقه. زين شلون هاي اكلهم وشربهم؟ براسي. هاي شنو؟ ومن اروح اسافر اظل بالي يمهم. زين صدق شلون تسافر؟ واحد وانت وحدك عايش بالبيت؟ اي وحدي. وياك البزازين، نعم. كل واحد عنده اسم؟ عنده اسم ويعرف، ونبرة كلامي من اصيح يجي فلان ما يجي ثاني. ها. ومن اصير عصبي اطب كلها تنهزم. زين غير البزازين عنده غير حيوانات؟ لا، بس البزازين فقط. شنو ميس البزونه عن الكلب؟ اكو ناس تحب كائن مدلل مو هاي شخصية الانسان تتبع، يقول لك قريتها هذا انا يقول الكلب طاعته وانتماءه للشخص، القط انتماءه للمكان. المكان اللي بياكل. اذا اروح انا يجي شخص بس القط يتعودون ما عليه. تسيطر عليه، يطلع يريد يفتار انا بجابره فاتح ويرجع. للباب يروح. اي. بس هو يرجع يريد اكل. غالبا الذكور القطط ما ترجع، الاناث تبقى مقيمه. تحسها مكان ما تطلع. فد 10 سنين صار. زين حافظ اسمائهم كلهم؟ ايه. كلهم مسميهم؟ كلهم مسميهم، ويصيح فلان يجيب اسمه. عجيب، يفتهم. أي. واذا اصيح عليه مثلا صاير عصبي يزعل يطب جوه، يقولها لازم تروح تدلل لو تراضيه وتجيب له شيء الله يقبل عليك. هاي خطيه، لا انت ما تقدر تسافر بس فتره طويله. بيها شغله زينه، ذاكرتها ذاكرتها ضعيفه. ضعيفه. اذا مثلا واحد سويت له عقوبه ثاني يوم يجي كانه ماكو شيء. ما يشيل. بس القط كائن مدلل يحب دلال جدا. اي صح. 3 كتب بالطيني تنصح قارئ مبتدئ. هاي راح تصير مشكله. هاي سويت 5 كتب. هواي يسألوك بيها، بس لازم انا أغير. اريد 3. انصح قارئ مبتدئ يعني. مبتدئ. شوي افكر لانه ذيك 5 كتب، 4 انفقدا من المتنبي. قالوا لي عمي الا ذني ال4. هذا الطينه كتب انت تبيعها على مود هسه تخلص يعني، يمكن اذا ما تقول اقدر اغش لا حقول 3 كتب بس عناوين جيده. بس ما اريد اكرر ال5 نفسها حتى اقول لك هذا. انفعالات النفس ديكارت. ليش هذا واحد توقف عنده؟ ديكارت بالكتاب جاب شغله زينه، قال انفعالات طاقه ايجابيه مو سلبيه، الشغف والحسد والكره تقدر تحوله شيء ايجابي. تكره واحد، امريكا تكره اليابان او اليابان، بس ما تكرهها تدمرها، تجيب اختراع. شايفه حرب الاختراعات بين امريكا والصين؟ هو اكو كراهيه بس كراهيه ايجابيه. بس هو الكراهيه مو عكس الحب. عكس الحب اللامبالاه. بالضبط. تدري مصطفى محمود شو يقول؟ يقول الكراهيه حب ساخن. واحد يكرهك ويراقبك من بعيد. عكس الحب اللامبالاه، التجاهل. انفعالات النفس ديكارت لازم نهتم بانفعالاتنا ونراقبها. هذا الكتاب الاول. الكتاب الثاني كيف تمسك بزمام القوه، هذا الكتاب ما اشبع منه، روبرت جرين. احنا سابقا نقرا الامير ميكافيلي، هذا اتجاه الامير لا شيء. هو شنو؟ يقول الحياه ليش 48 قاعده؟ الشطرنج 48 رقعه بي. يقول شلون تصبح قوي؟ يعطيك 48 قاعده. مثلا اسعى للتميز باي شكل، حطم عدوك، لا تظهر، لا تدفع رئيسك الى الظل وتصير مكانه، لا تصير مثله. اكو ما اقدر اذكر سياسيه معروفه الى ان تستولي على مكانه، لا تظهر قدام المنظر وذلك بالكتاب يقول قصه خل اذكرها لان احبها دائما اكررها. يقول اكو مدير راد يوظف 4 موظفين، سوى لهم اختبار، قعدهم، فجاب المساعد مالته قال شوف ذولي ال4 ايش حسوي بيهم؟ قال لهم العباره التاليه صح لو غلط، 2 زائد 2 5. اول واحد قال له استاذ صح، قال له مقبول. الثاني قال له صح بس نضيف لها 1. الثالث قال له غلط. الرابع قال له سؤال صعب ما اقدر اجاوبه.
الاول قبله قال له ليش؟ قال له هذا كذاب ويعرفه كذاب بس يفيدني. اللي قال صح. اللي قال غلط قال له هذا صادق وحيتعبني بالشغل ما اريده. اللي قال نضيف له واحد قال هو صح، هو صادق بس يعرف شلون يراوغ يفيدني. قال له الاخير قال له هذا لوقي ومنافق، هو هم واحد. اللي قال له السؤال صعب. فهو يعطيك تركيبه المجتمع المعاصر، وهاي التركيبه يقول عباره بالكتاب البستان الجميل لا يخلو من الافاعي، ويحذر بالكتاب ان تنظر للعالم نظره مثاليه. كل شخص النباتي الذي ينظر للاسد وما ياكل نبات ما راح ياكله، هذا الحكي مو صحيح. لا، الناس واقعيه. والناس بالمناسبه احنا ذكرنا ابن خلدون. ابن خلدون قال عباره بالمقدمه الان ينتبهوا لها. احنا مو دائما نحكي نقول الانسان عنده فطره وانسان. ابن خلدون يرى ان الانسان قوى الشر عنده تفوق قوى الخير. فالانسان كائن شرير بطبعه، الخير يجي عارض. والدليل الان بعلم النفس، الطفل جيبي طفل من يتعارك مع ثدي امه مع اخوي ضربه. الطفل بعد ما عنده عقل ولا استعدادات ولا افكار، لكن يذهب بقوه بعنف. غريزه، يريد اعطيهم يعيش، لعبه، يريد ياكل. اعطيهم لعبه يتعاركون عليها. القطط اعطيهم لا. فالانسان كائن شرير. من اللي يهذبه؟ الثقافه، المعرفه، هي تخليه اقل عدوانيه. مو عدوانيه يعني ما تنهي عند العدوانيه كامل. فالكتاب الثاني كيف تمسك بزمام القوه. الثالث روايه بأساحة خليهم روايه قريتها ما لحظات لا غير فاتحه مرشيد. عمل هائل. بالروايه البطله طبيبه نفسيه فاتحه عيادتها. انا فاتحه ما شايف اردهنيها على الروايه السرد مالتها. في مقدمه الروايه تقول ايها الموت تريث قليلا اني اكتب بلمسه واحده يحول الحب الناس كلهم الى شعراء. يراجعها مريض نفسي مطلق زوجته وعنده مشاكل، بعد جلستين تقول له انا المريضه وانت الطبيب، انت تعالجني. ويحصل هذا الشيء لان لغته عاليه وسرده وحواره عالي. قالت له لا، انا المريضه وانت الطبيب. حلو، هاي الثلاث اختيارات اتمنى يعني الناس سمعوها واني استفاديت من عندها. وين حابب توصل؟ وهواي اسال هالسؤال مرات ما اجاوبه، اتعمد ما اجاوبه لان منشغل باللحظه الحاضره. لا جاوبني الي هسه، وين حابب توصل؟ حابب اوصل الى منصه الكترونيه رقميه، رقميات استطيع ان اقول فيها ما اريد وما احب بدون محظورات. بالمناسبه احنا ما نكتم داخلنا 80%، ما نعلن عنه 20%. اكو هواي امور بنحكي بيها. مو اصل الى مرحله ماكو تابوهات بالعالم، تحكي اللي تريده. الحريه المطلقه حق لكل انسان ما لم تؤدي للعنف. والافكار مرور الزمن هي تبقى وهي تموت. نورتني اليوم استاذ حسين واستمتعت جدا بالحوار. انا ايضا. سؤالي توقعتني اساله وما سالته. ما اعتقد ماكو سؤال ما سالتي حسب بالي يعني. نورتنا، الف شكر. اهلا وسهلا.